رمضان كريم. رمضان كريم. اليوم بدنا نطبخ أكلة كتير طيبة، أكلة هندية. شو اسمها؟ We are going to cook akni. That some people also say it's pulao, and some confused with biryani, but it's not biryani. يعني هي مثل البرياني، نوع من أنواع البرياني، بس اسمها أكني. Akni أكني. or pulao. رز ولحمة ومكونات تانية كتير كتير طيبة. تابعوا الحلقة الأخير لحتى تعرفوا شو هي الأكلة. هلا حطينا زيت الزيتون. Yes. Okay. A little bit of زيت زيتون to fry the onion. بدي أخبركم سر. بدي خبرنا سر. تعال نشوف شو هو. واحد سر. واحد سر. شو هو؟ خلينا نشوف شو هو السر. هلا عم بحط بصل مقطع. You leave it until it gets really dark, not golden, really dark. You want to burn the onion? Not burn, but انتبهوا ما تحرقوا البصلات وعم give the لكم. right flavor. تتركوا البصل لحتى يتغير لونه، يصير غامق يعني like caramelize. Yes. اوكي كرملوه يعني للاخر كرملوه. It will give a really nice flavor to the food. اوكي what's next؟ I'll put the rice. وهلا شو بدك تعمل؟ You can do the rice, but you just need to put one of this, a bit of. بدك يعني I cook the rice، بدي انا اطبخ الرز. هلا رح اطبخ الرز. شايفين هلا عندي كاسه ونص رز غسلتهم منيح، وهلا بس لحتى يدبل البصل معنا شوي بنزل الرز فوق البصل. بدي انزل كاسه ونص رز اللي نقعتهم ما نقعتهم بس غسلتهم. هلا بنزلهم فوق البصل. شايفين كيف؟ وهلا بدي احط شويه ملح. هلا بدي اضيف شويه ملح.